السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. خلال هذا الأسبوع أقيمت مباريات عديدة في الدوريات الكبرى الخمس، اللي هو الدوري الإنجليزي والدوري الفرنسي والدوري الألماني والدوري الهولندي والدوري المصري. أقيمت عدة مباريات خلال هذا الأسبوع، وخلال هذا التقرير هنستطلع نتائج الدوري الإنجليزي والدوري الفرنسي والدوري المصري والدوري الهولندي. وبنظرة عامة عن الدوري الإنجليزي، بنجد أن الدوري الإنجليزي استخدم هذا المسمى في دوري كرة القدم الإنجليزية بداية من سنة 1992، ويتكون الدوري الإنجليزي الممتاز من 20 فريق، وبرعاية عدة بنك باركليز الدولي، ولذلك يسمى الدوري الإنجليزي الممتاز باسم باركليز. وتؤسس سنة 27 مايو 1992 المسمى الحالي باسم الدوري الإنجليزي الممتاز. البطل الحالي والبطل السابق هو مانشستر سيتي. المقر الرئيسي لمانشستر سيتي هو المملكة المتحدة. أحدث بطل لبطولة الدوري الإنجليزي الممتاز هو مانشستر سيتي. الأكثر فوزا بالدوري الإنجليزي الممتاز هو مان يونايتد. الجهة المنظمة هي الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم. القنوات الناقلة التي لديها الملكية في نقل مباريات كرة القدم في الدوري الإنجليزي هي قنوات بي إن سبورت، ماكس، وأمازون برايم فيديو. وبنظرة عامة عن مباريات هذا اليوم في الدوري الإنجليزي، بنجد أن ساوثهامبتون بيلتقي مع نوتنجهام فورست الساعة 9:30 النهاردة. وليدز يونايتد بيلتقي مع ويست هام يونايتد الساعة 10 إلا ربع 9:45. كل هذه المباريات والتوقيت بتوقيت القاهرة. وأستون فيلا بيلتقي مع وليفرهامبتون في الدوري الإنجليزي النهاردة الساعة 10. وخلال المباريات السابقة بنجد ان استون فيلا وليفرهامبتون وليستر سيتي وويست هام النهارده. والترتيب في الدوري الانجليزي الممتاز، لو اتكلمنا عن الدوري المصري الممتاز، وهو دوري من اقدم الدوريات العالميه، ومن اقدم الدوريات الافريقيه. وهو الدوري المصري الممتاز دوري كرة قدم مصري بيشرف عليه الاتحاد المصري لكرة القدم، ويقام بنظام دوري من دورين، ويتأهل البطل والوصيف إلى دوري أبطال أفريقيا، فيما يتأهل صاحب المركز الثالث إلى المشاركة في كأس الاتحاد الإفريقي. وأحيانا بيتأهل صاحب المركز الرابع في حالة إن البطل أو الوصيف بيكون فاز بكأس مصر للمشاركة في بطولة الكونفدرالية الإفريقية، وبيهبط وبينزل إلى دوري الدرجة الأدنى اللي هو الدوري الممتاز به، ما يعادل 3 فرق في ترتيب الدوري الممتاز، فيما يتأهل متصدر المجموعات في دوري الدرجة الثانية إلى الدوري المصري الممتاز. أقيمت أول نسخة من بطولة الدوري المصري الممتاز، أقيمت موسم 48-49، وفاز بأول بطولة دوري مصري النادي الأهلي، ليكون بذلك أول فريق يفوز بالبطولة منذ ذلك الحين. وتعاقب 7 أندية، يعني عندنا 7 أندية فقط هم اللي أحرزوا الدوري المصري، وبيحتل النادي الأهلي المركز الأول في عدد مرات الفوز. النادي الأهلي المصري هو الزعيم المصري والزعيم الإفريقي، لأن النادي الأهلي المصري بيحتل المركز الأول في عدد مرات الفوز بالدوري المصري الممتاز بواقع 42 لقب. بيجي وراه على طول نادي الملكي، النادي الأبيض، نادي الزمالك برصيد 14
لقب. ثم نادي الإسماعيلي برازيل مصر ودراويش الإسماعيلية ودراويش مصر أحرزوا لقب الدوري الممتاز 3 مواسم فقط لا غير. ثم بيجي زعيم الفلاحين نادي غزل المحلة والترسانة والأولمبي والمجاولين العرب، كل دول أحرزوا الدوري المصري الممتاز لقب واحد فقط لا غير وحيد. فاز الزمالك بأول دوري له. نادي الزمالك أحرز أول دوري له سنة 1959 اللي هو موسم 59 60. بينما لو اتكلمنا عن إحصائيات الأهلي في بطولة إفريقيا، النادي الأهلي اسمه النادي الأهلي للرياضة البدنية، اسمه باللغة الأجنبية الأهلي سبورتنج كلاب، الأهلي سبورتنج كلاب، وهيعرف اختصارا باسم النادي الأهلي للرياضة البدنية. النادي الأهلي هو نادي مصري رياضي. الأهلي هو نادي مصري رياضي محترف يلعب في الدوري الممتاز المصري. النادي الأهلي تأسس سنة بتاريخ 24 إبريل سنة 1907. مقر النادي الأهلي في القاهرة. كانت أول مشاركة للنادي الأهلي في إفريقيا هي مشاركته في كأس إفريقيا للأندية البطلة سنة 1976، وخرج النادي الأهلي من الدور الثاني على يد مولودية الجزائر، النادي الجزائري الشقيق. والنادي الأهلي أول بطولة إفريقية فاز فيها، أول بطولة إفريقية فوز بها النادي الأهلي لبطولة إفريقيا للأندية أبطال الدوري كانت 1982 حينما فاز في المباراة الأهلي في سنة 1982 فاز في المباراة النهائية على فريق أشانتي كوتوكو، وما أدراك من أشانتي كوتوكو في ذلك الفترة الفريق الغاني. والأهلي فاز في هذه المباراة بنتيجة 4-1 بمجموع المباراتين ذهاب وإياب. شارك الأهلي حتى الآن، الأهلي حتى هذه اللحظة شارك في 52 بطولة إفريقية، فاز بها 24، فاز ب 24. الأهلي فاز ب 24 بطولة. الأهلي شارك في 52، الأهلي شارك في 52 بطولة إفريقية، فاز فيها ب 24 بطولة، ب 24 بطولة. وبهذا يعني بال 24 بطولة دولت يعتبر النادي الأهلي النادي الإفريقي الأكثر تتويجا بالبطولات الإفريقية والقارية. بيجي لأن الأهلي يعني في البطولات تتويج البطولات القارية بيجي خلف النادي الملكي نادي ريال مدريد. نادي ريال مدريد توج ب 26 بطولة قارية، والأهلي شارك 32 مرة في بطولة دوري أبطال إفريقيا، وتتضمن خلال هذه المشاركة كأس إفريقيا للأندية البطلة. يعني كان قبل كده إحصائيات عن الدوري الإنجليزي الممتاز وعن الدوري المصري وعن تاريخ النادي الأهلي في بطولة إفريقيا أبطال الدوري وبطولة الكونفدرالية وكأس الاتحاد الإفريقي وبطولة الدوري بطولة أبطال الكؤوس الإفريقية، وعناوين مختلفة عن كريستيانو رونالدو. إن هو بيقول أنا فخور بانتقالي لنادي النصر السعودي وسوف أسعى إلى تحطيم كل الأرقام القياسية. فكل الفخر وكل التقدير لنادي النصر السعودي على صفقة القرن التاريخية اللي أبرمها مع النجم كريستيانو رونالدو. وميسي بعد تتويجه بكأس العالم في ديسمبر الماضي التي أقيمت في قطر الشقيقة بيعود إلى تدريبات ومركز التدريبات الرئيسية بنادي باريس سان جيرمان. ميسي أسطورة حية كروية تتحرك على الملاعب الخضراء. كريستيانو رونالدو تاريخ من العطاء. بالتأكيد أن انتقال كريستيانو رونالدو لنادي النصر السعودي إضافة للرياضة العربية عموما والرياضة الأسيوية. وكريستيانو بيقول أنا بسعى لتحطيم كل الأرقام القياسية مع نادي النصر السعودي. سلام.